أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. سعدنا أعزائي المشاهدين النهاردة نتكلم عن حاجة تهم أولياء الأمور، وهي الدمج التعليمي. طبعا حضراتكم عارفين إن في مدارس خاصة، في مدارس وفيها نقول فصول خاصة للدمج التعليمي. فطبعا يسعدنا النهاردة أن يكون معانا خبيرة الدمج التعليمي وخبيرة التربية الخاصة الدكتورة مروة عبد المولى. أهلا بك يا دكتورة. اهلا بحضرتك كابتن ايهاب. بشكر حضرتك على الدعوه الكريمه لاستضافتي في برنامج ابطال التحدي، وانا متابعه جدا للبرنامج لانه البرنامج الاول في قنوات النيل المتخصصه المهتمه برياضه ذوي الاحتياجات الخاصه. وطبعا لازم ما نفوتش المناسبه السعيده الجميله اني اقدم مزيد من التهاني والتبريكات لحضرتك لفوز حضرتك في انتخابات اللجنه البرلمانيه. الف مليون مبروك، ونتمنى لحضرتك مزيد من النجاح والتقدم والرقي، ودايما داعم لذوي الاحتياجات الخاصه. ده انا بشكرك جدا. انا اللي بشكر حضرتك. دلوقتي احنا حلقتنا النهارده عن الدمج. تمام. وفي ناس كتيره عايزه تبقى تخلي ولادها في الدمج فعايز ابين الساده المشاهدين الاول يعني ايه كلمه دمج تعليمي، وهل ليه شروط ان اولياء الامور يخلوا ولادهم يبقوا هم مدمجين؟ فايه الشروط ويعني ايه كلمه دمج التعليمي الاول؟ بداية طبعا أنا بشكر فخامة الرئيس على دعمه لذوي الهمم، وإحنا طبعا يعتبر إحنا في أزهى عصور الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هنتكلم النهاردة عن الدمج التعليمي، وطبعا بشكر السيد وزير التربية والتعليم وكل القائمين على عملية الدمج التعليمي وكل الداعمين لذوي الإعاقة. النهارده هنتكلم عن ايه دمج. طبعا الدمج نزل بعدة قرارات وزارية من 2008، واتكلل بالقرار الوزاري 252 لسنة 2017، والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019. يعني ايه دمج؟ الدمج هو دمج ذوي الإعاقة البسيطة التي نسبة ذكائهم تتراوح من 60 ل 84 على مقياس ستانفورد البنين. بمعنى ان انا الدمج ده بدمج ذوي الاعاقه البسيطه في مدارس التعليم العام النظاميه، يعني بدمج الطالب العادي مع ذوي الاحتياجات الخاصه، الاثنين بينطبق عليهم نفس المنهج الدراسي، نفس كل شيء، مش بيختلف غير في مواصفات الورقه الامتحانيه. يعني بيقعد معاه. طبعا في حاجه مهمه جدا ان كل المدارس دامجه، بمعنى ان هو المدارس اللي هي النظاميه العاديه، مدارس اللي هي الخاصه، مدارس التجريبيات، مدارس الناشونال والانترناشونال، كل المدارس معانا، حتى مدارس اللي هي الفرصه الثانيه التعليم المجتمعي اللي هي صديقه الفتيات، اللي هو بيفيدهم السن بتاع الالتحاق بدخول المدرسه. طبعا ده كله دعم لابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب دلوقتي هل في نسبه معينه في الفصول بالنسبه في المدرسه بالنسبه للدمج؟ طبعا هو المفروض بتكون نسبة الأطفال الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول بتبقى حوالي 10% من كثافة الفصل، بحيث ما يكونش أكتر من 4 أطفال أو 4 تلاميذ في الفصل الواحد، ويكونوا برضو بشرط يكونوا من 4 إعاقات مختلفة، ما يكونوش من نفس نوع الإعاقة. يعني أنوع في أنواع الإعاقات، يعني مثلا تبقى ذهني، سمعي، بصري، يعني يكونوا 4 إعاقات يعني مختلفة، ما يكونوش من نفس نوع الإعاقة. تمام. بالنسبه للاعاقه طبعا حضرتك ذهني وبصري وسمعي. سمعي عندنا طبعا هنتكلم النهارده. النهارده موجود بقى لغه الاشاره موجود معانا. هقول لحضرتك. طبعا التعليم في مصر، تعليم ذوي الاعاقه، هم 3 مسارات للتعليم: في مدارس التربيه الخاصه، ومدارس الدمج التعليمي، ومدارس متعددي وفصول متعددي ومزدوج الاعاقه. يعني ايه مدارس التربيه الخاصه؟ هنشرحهم دلوقتي ال3 مسارات دولت. التربيه الخاصه اللي هي خاصه بالاعاقات المتوسطه، زي مدارس الامل للصم وضعاف السمع اللي بيستخدموا لغه الاشاره. دولت بيبقى المنهج بتاعهم زي مناهج التعليم العام لغايه 6 ابتدائي، وبعد كده بيبقى منهج خاص بيهم. منهم برضو المدارس التربيه الخاصه مدرسه النور للمكفوفين، بيبقى نفس المنهج بتاع التعليم العام، بس بيكون في تخفيض في بعض المناهج او بيحذفوا بعض الحاجات تتناسب معاهم. وطبعا مدارس التربيه الفكريه، وطبعا بيكون المنهج على حسب القدرات العقليه اللي تتناسب معهم. ده اللي هي مدارس التربيه الخاصه. المدارس الدامجه اللي هي بتنطبق على جميع المدارس، اللي بتنطبق عليهم شروط الاعاقه البسيطه،
مش المتوسطه ولا الشديده، القابل للتعلم. زي ايه الفئات اللي معانا؟ الاعاقات الذهنيه البسيطه، بطيء التوحد، بطيء التعلم، التوحد البسيط، الشلل الدماغي، الاعاقات الحركيه بمشتملاتها، الاعاقه السمعيه، الاعاقه البصريه، الكفيف وضعيف البصر. طبعا برضو دخلنا معانا اللي هو ADHD، فرط الحركه وتشتت الانتباه. هي دي الفئات اللي معانا موجوده في فئات الدمج، برضو تكون بسيطه القابله للتعلم. في برضو مصر الوحيده المنفرده بتعليم ذوي الاعاقات المزدوجه المتعدده، اللي هم بيجمعوا بين اعاقتين واكتر يعني. حركيه مثلا واصابه لا، مثلا في سمع. نقطة، الإعاقة الحركية ممكن تبقى مزدوجة. في نظام الدمج التعليمي مش بنقبل الإعاقات المزدوجة إلا في الحركي، لأن الحركة لا تؤثر على الإدراك. لكن ما ينفعش أقبل طالب عنده إعاقة سمعية مع ذهنية، أو بصرية مع ذهنية، أو شلل دماغي مع ما ينفعش. هي إعاقة واحدة بس، إلا الإعاقة الحركية. حركي ممكن وعنده ذهني. مفيش مشكله، لكن ما اخدش اصم مع عنده اعاقه سمعيه مع ذهنيه، او بصريه مع ذهنيه. ما ينفعش ان احنا نجمع بين اعاقتين ما عدا الحركيه. طبعا لكن فصولي متعدده الاعاقه مصر بتنفرد، الوحيده اللي هي بتقوم بتعليم اللي هم بيجمعوا بين اكثر من اعاقه، زي الكفيف الاصم، وممكن كمان تزيد عنده اعاقه. ده هيلين كيلر بقى، اصاب وما بيسمعش، وده طبعا بيبقى ليهم طرق طبعا للتواصل بتاعتهم، وبيبقى في ناس مدرسين يعني متخصصين على اكمل وجه لكيفيه التعامل معاهم، مدربين على اكمل وجه. سؤال المنهج، انا كمدرس داخل بقول المنهج. طيب هل بيبقى في مدرسين مخصوصين لفصول الدمج، ولا بيبقى مديهم حصه ليهم يعني ايه، يديهم المنهج بتاعهم في مكان تاني او في غرفه تانيه زياده، يعني زي درس خصوصي داخل الفصل؟ يعني مش درس بمعنى الدرس، يعني ايه مساعده ليه؟ طبعا هنتكلم في النقطه دي. احنا طبعا قلنا يعني ايه دمج في البدايه، ان هو دمج ذوي الاعاقه مع الطالب العادي والغير عادي، الاثنين موجودين في الفصل، نفس حجره الفصل، بينطبق عليهم نفس المناهج الدراسيه، نفس المشاركه في الانشطه. تمام. مفيش مدرس مختلف، هو نفس المدرس، بس احنا بنقوم بعمليه تاهيل لكيفيه التعامل مع الاعاقه. طبعا في خدمات مسانده في عمليه الدمج التعليمي، زي غرفه المصادر. غرفه المصادر بيبقى فيها مجموعه من الاشياء الموجوده تتناسب مع كل اعاقه للعمليه التعليميه، زي معينات سمعيه، بصريه، افلام تعليميه، بازل، خرائط بارزه، آلة البرايل للمكفوفين. طبعا بيلجأ ليها طالب الدمج وفق الجدول المحدد، وبيروح ليها بما يصعب فهمه، بيفهمه في غرفة المصادر. بس غرفة المصادر بيبقى ليها معلم مخصص لذلك. لكن المعلم اللي موجود في الفصل اللي بيدرس لطالب العادي هو اللي بيدرس لنفس طالب الدمج، مش بيفرق اي حاجه خالص. لكن احنا الوزاره جاهده يعني بتعمل تدريبات مكثفه لرفع كفاءه المعلمين عن برنامج الدمج التعليمي وكيفيه التعامل مع الاولاد. طيب ممكن بس فاصل ونواصل اعزائي المشاهدين مع الدكتوره مروه عبد المنعم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى مع الدكتوره مروه عبد المولى، طبعا خبيره الدمج التعليمي ومسؤوله الدمج التعليمي، يعني التربيه الخاصه. دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه الفئه المستهدفه بالنسبه اللي هم الطلبه. طبعا احنا اتكلمنا الفئات المستهدفه، احنا قلنا الاعاقات الذهنيه البسيطه اللي هي الاعاقه الذهنيه البسيطه، بطيء التعلم، صعوبات التعلم، التوحد البسيط، الشلل الدماغي، الاعاقه الحركيه بكل مشتملاتها، الاعاقه السمعيه، الاعاقه البصريه، واخيرا اضفنا اللي هو ADHD. طبعا كل اعاقه ليها تقارير ومقاييس خاصه بيها، لكن كل الاعاقات مشتركه في اختبار الذكاء. وطبعا اتكلمنا ان احنا المفروض ما نجمعش بين اكتر من اعاقتين الا في الاعاقه الحركيه، لان الحركه لا تؤثر على الادراك. هل اي واحد فالمفروض يقول انا عايز الدمج، ولا اكيد في شروط معينه؟ ليه شروط طبعا. لازم يكون عنده اعاقه بسيطه، لو هو الاعاقه بتاعته شديده او متوسطه بيبقى ليه مكانه، كل واحد ليه مكانه. زي ما احنا قلنا الاعاقات المتوسطه ليها المدارس الخاصه بيها، زي المدارس التربيه الخاصه ومدارس الدمج اللي هي الاعاقات البسيطه، والاعاقات المتعدده او المزدوجه ليها فصول خاصه بيها.
تمام. احنا بنعمل ايه؟ احنا المدرسه لو الطالب عنده مشكله بتحوله عندنا في الاداره او الاداره او المديريه بتحول للهيئات المعنيه لعمل التقارير الطبيه زي مستشفيات الصحه والسكان والهيئه العامه للتامين الصحي ومستشفى القوات المسلحه ومستشفيات الجيش. تمام. طبعا كل التقارير لازم تكون من مكان معتمد زي اللي احنا اتكلمنا فيهم، وكل اعاقه ليها تقارير ومقاييس خاصه بيها، يعني زي الاعاقه الذهنيه لازم مقياس ستانفورد بينين من 60 ل 84. طيب الاعاقه بس السمعيه فاصل مرة تانية أعزائي المشاهدين وارجع للدكتورة مروة. مرة أخرى أعزائي المشاهدين معانا الدكتورة مروة عبد المولى، طبعا دكتوراه في الفلسفة ومسؤولة الدمج التعليمي. فالنهاردة بتحكي لنا ما هو الدمج التعليمي، واحنا سألناها في الجزء الأول، ودلوقتي احنا بنسأل سؤال مرة تانية: إيه هي الفئات المستهدفة بالنسبة للدمج التعليمي؟ طبعا احنا اتكلمنا قبل كده يعني ايه دمج تعليمي، وقلنا هو دمج ذوي الاعاقه البسيطه في مدارس التعليم العام. كل المدارس دامجه حسب القرار الوزاري 252 لسنه 2017 حد مدارس الفرصه الثانيه. طبعا الفئات المستهدفه اتكلمنا فيها الاعاقات الذهنيه البسيطه بكل انواعها زي الاعاقه الذهنيه البسيطه، الشلل الدماغي، التوحد البسيط، الاعاقه السمعيه البسيطه، الاعاقه البصريه، الكفيف وضعيف البصر. كل الحالات دي معانا موجوده، داون سيندروم، كل الحالات دي موجوده معانا. طبعا كل الحالات دي بيبقى ليها شروط ومقاييس خاصه بيها تنطبق عليها. اختبار الذكاء مهم جدا نعرف مشترك في جميع الاعاقات. من نظام الدمج التعليمي لا يقبل الاعاقات المزدوجه او المتعدده الا في الاعاقه الحركيه، لان الحركه لا تؤثر على الادراك. طب هل في رقابة بقى على الدمج التعليمي؟ طبعا مبدئيا نظام الدمج التعليمي ليه مواعيد محدده لاجراءات القبول. المدرسه بتعلن عن نظام انها مدرسه دامجه وتقبل الطلاب ذوي الاعاقه البسيطه. المواعيد الرسميه لنظام الدمج من 1/6 ل 30/11، والنهارده كان اخر يوم لميعاد الدمج التعليمي، لانتهاء ميعاد الدمج التعليمي 30 نوفمبر. بيروحوا للاداره بيطلبوا طلب؟ بيروح الاداره، المدرسه بتحول للاداره، والاداره بتحول على حسب نوع الاعاقه للهيئات المعنيه لعمل التقارير الطبيه والاختبارات المتخصصه على حسب نوع الاعاقه. الطالب بيستفيد ايه بقى من الدمج التعليمي؟ الطالب مهم جدا ان هو حقه في التعليم، الحق المتساوي زيه زي الطالب العادي. من حق الطالب انه يدمج لاقرب مدرسه لمحل الاقامه. كانت مدارس التربيه الخاصه بتبقى في اماكن بعيده، لكن نظام الدمج اتاح لي ان انا من حق ولي الامر او الطالب ان هو يدمج في اي مدرسه، سواء مدرسه عاديه نظاميه، مدرسه خاصه، مدارس تجريبيات، المدارس الناشونال الانترناشونال، حتى الناس اللي بيفوتهم سن نظام اللي هو التعليم المجتمعي. فمهم جدا وكويس. الدمج بتاعي او مثلا ولي الامر. وفي نقطه تاني برضو حاجه كويسه في نظام الدمج التعليمي، ان هو نفس المنهج بس بيختلف في الامتحان. في مواصفات للورقه الامتحانيه، الحاجه الوحيده اللي بتختلف فيها ان الامتحان بيبقى مختلف عن الطالب العادي، بس هو نفس المنهج وما بيتمش حذف حاجات عشان ما يخلش بالمنهج، بيتحط بما يتناسب مع القدرات العقليه. يعني الاعاقات الذهنيه بيجي الامتحان 100% موضوعي، والاعاقات اللي زي السمعيه والبصريه بيجي الامتحان ما بين موضوعي ومقالي 15 و85. طبعا دي حاجه كويسه جدا جدا. وطبعا البرامج الفرديه التربويه وخدمات اللي هي المسانده زي غرفه المصادر ومناهل المعرفه، طبعا دي كلها حاجات كويسه جدا. واهمهم الحق المتساوي في التعليم زيه زي اي طالب في اي مدرسه بما يختاره ولي الامر. مهم برضو جدا نعرف ان الدمج مش مرتبط بمرحله معينه، يعني انا مش مجبر ولي الامر ان هو يدخل ابنه في مرحله اللي هو التعليم الاساسي او المرحله الابتدائيه اولى ابتدائي. المعنى يعني لا، انا ممكن ادخله في اي صف في الابتدائي، اعدادي، ثانوي، حتى في بدايه التقديم لثانوي. وبرضو مهم جدا برضو نعرف ان الدمج بينطبق على نظام التعليم الفني، فهو النظام بيدعم ويمكن ذوي الاعاقه في مصر. هل ممكن الشخص يلغي الدمج او ولي الامر يلغي الدمج؟ طبعا طبعا من حق ولي الامر. هل هو يخف ولا ايه بالظبط، ولا النسبه بتزيد او تتغير؟ هو من حق ولي الامر ان هو يتقدم للمديريه التابع ليها بطلب الغاء لنظام الدمج التعليمي وفق لتقارير طبيه مخصصه من ذلك. يعني زي ما دخل بتقارير ومقاييس، برضو هيجيب تقارير طبيه تفيد عدم استحقاقه لنظام الدمج التعليمي. هل في حالات حصلت كده؟ حصلت بعض الحالات كده، بس في مشكله، انا لو عملت الغاء لنظام الدمج التعليمي لا يمكن الرجوع للمنظومه مره اخرى. مش هو انا خفيت وهرجع تاني؟ لا ده كله وفق تقارير طبيه ومن اماكن زي ما قلنا هيئات معنيه معتمده يعني.
هل في كليات معينة مرتبطة بالدمج التعليمي؟ إيه الكليات اللي هو ممكن الواحد يخشها؟ طبعا احنا عارفين نظام الدمج التعليمي مرتبط بمرحله رياض الاطفال لغايه تعليم ما قبل الجامعي. تمام، طبعا بترجع لوزاره التعليم العالي. بس اغلبيه الكليات بتبقى متاحه ليهم زي كليه تجاره، كليات الاداب، التربيه، والكليات العمليه بترجع لوزاره التعليم العالي. كلها يعني بنسبه 90% كلها متاحه ليهم يعني. احنا بنشوف كده، بس احنا كنظام الدمج احنا مسؤولين من مرحله رياض الاطفال لغايه مرحله ما قبل التعليم الجامعي. بس اغلبيه الاولاد زي ما احنا قلنا بيروحوا كليات الاداب، التربيه، التجاره، وفي ناس دخلت صيدله على فكره كانت اعاقات برضه حركيه. ما يمنعش في يعني. إعلام أعتقد. وفي اعلام آه. دي بترجع لوزاره التعليم العالي. طيب، على العموم أنا بشكرك، وكلمة تقوليها قبل ما نختم الحلقة. طبعا بشكر حضرتك على الاستضافة، وبشكر فخامة الرئيس لدعم ذوي الهمم. واحنا داخلين على شهر ديسمبر، هو الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة 3 ديسمبر. وطبعا هو خصص لنا يوم من عام 2018 بيخصص لهم يوم الاحتفالية ليهم قادرون باختلاف. بنشكر على دعمه لينا وجميع الهيئات والمسؤولين معانا يعني. وبشكر حضرتك وإدارة القناة، ويا رب تكون الحلقة النهاردة استفدتوا منها من نظام الدمج التعليمي. أكيد، وشكرا دكتورة مروة عبد المولى طبعا، مسؤولة الدمج المجتمعي، وأنا بشكرك. خليك أشكر وشكرا حضرتك. لكم أعزائي المشاهدين، وإن شاء الله نشوفكم على خير الأسبوع القادم مع بطل آخر من أبطال التحدي.